السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ لو مهتم بجديد ومفيد فعلا من التطبيقات اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل ما هو جديد ومفيد فعلا من التطبيقات في القناة. عندي اقدر افك التطبيقات الحديثة اللي بتسهل عليك حياتك اليومية والتطبيقات الفيك وكمان التطبيقات الهاكر. النهارده ان شاء الله مع شرح تطبيق جديد واسمه unroll.me ايميل كلين اب. التطبيق ده مساحته 12 ميجا، محمله اكتر من مليون شخص. التطبيق ده تطبيق خاص بالبريد الالكتروني ورسائل البريد الالكتروني. تقدر من خلال التطبيق ده ان هو بينظف لك البريد الالكتروني بتاعك من اي رسائل غير مهمة واي رسائل ضارة واي رسائل غير ضرورية. التطبيق ده بيشوف او بيعرف ايه هي الرسائل المهمة بالنسبة لك او الرسائل اللي انت بتفتحها، بيقدر يخلي الرسائل دي موجودة. في ناس بتبقى مترضاش تدخل على البريد الالكتروني علشان موجود عليه رسائل كتير. في ناس بتكون محتاجه انها تخش على البريد الالكتروني علشان مثلا مستنيه رساله مهمه او ايميل مهمه او اي حاجه، ومش بتعرف علشان برضو بتبقى عندها رسائل كتيره. قد تكون منها رسائل مهمه وقد تكون منها رسائل مزعجه وغير ضروريه. فالتطبيق بيعرف الرسائل المهمه والرسائل الغير مهمه وغير ضروريه، ويقدر يعمل حذف كامل لكل الرسائل الغير ضروريه. من اول ما بتيجي بيعمل لها حذف من بره على طول، بحيث ان هي ما تجيش تستغل مساحه عندك وتسحم لك البريد الالكتروني، ولما تكون بتدور على حاجه ما تعرفش ان انت تدور عليها ولا تقدر ان انت تلاقيها بسهوله. ده الغرض من التطبيق وده فايده التطبيق. مشكله التطبيق ان هو بيتضمن اعلانات وبيطلب منك الاشتراك، بالاضافه لان التطبيق بيكون باللغه الانجليزيه ومفهوش لغه عربيه. بس كده ده يعتبر ابسط شرح للتطبيق بالنسبه للمميزات والعيوب. لو عجبك شرح التطبيق يا ريت تدوس لايك للفيديو. لو عايز شرح تطبيق معين يا ريت تسيب لي في كومنت. لو اكتشفت ميزه او عيب للتطبيق في اي تحديث من التحديثات القادمه اكتبها في تعليقات الفيديو. بمناسبه لو اكتشفت ميزه او عيب اكتبها في تعليقات الفيديو، فده دايما تنويه بننوه عليه في اخر كل فيديو علشان لو اي حد حمل التطبيق واكتشف فيه ميزه او عيب، وبالذات ان الفيديوهات القديمه اللي الناس بتشاهدها، الفيديو اللي بيكون مثلا بقاله 8 شهور 10 شهور، فيكتب التعليق بتاعه. واحنا دايما بنثبت التعليقات اللي بتكون موجودة على التطبيقات، سواء التعليقات دي إيجابية أو سلبية، علشان بلاقي بعض الناس بتشاهد فيديو نازل بقاله سنة بقاله أكتر من سنة، ويقول لي أنا لما حملت التطبيق لقيت فيه حاجة أنت ما قلتهاش، سواء الحاجة دي إيجابية أو سلبية. ده ببساطة لأن وقت شرح التطبيق ما كانتش الحاجة اللي أنت اكتشفتها دي كانت موجودة. اما لو انت حملت التطبيق او شاهدت الفيديو بعد نزوله بيوم بيومين باسبوع بشهر وحملت التطبيق، هتلاقي كل الحاجات اللي انا قايلها سواء الايجابيه او السلبيه هي اللي موجوده في التطبيق. عشان كده دايما بننوه اي حد يلاقي ميزه او عيب يكتبها كمساعده منه لاي شخص تاني، علشان التطبيقات دي بيكون ليها تحديثات مستمريه. ممكن يحصل التطبيق تحديث كل يومين كل اسبوع كل شهر، ده بالكتير اوي. اما لو انت لقيت الفيديو موجود على القناة وحاسس ان الفيديو موجود بقاله فترة طويلة وخايف يكون فيه حاجات نزلت كتيرة ايجابية او سلبية، ممكن تكتب لي في تعليقات اي فيديو او تراسلني على الفيس او على الماسنجر على الاكونت باسم مراجع برامج، وقول لي اشرح لي التطبيق ده وانا اشرحه لك مرة كمان، مميزاته عيوبه ازاي بتشغله، ازاي بتشترك ازاي بتلغي الاشتراك، كل حاجة عن التطبيق. شكرا، سلام عليكم.